وانتهت مباراة السعودية والمغرب من أمتع المباريات في كأس العرب السنة دي. الصراحة في مباريات كتير حلوة في كأس العرب، لدرجة إن الواحد زعلان إن مباراة السعودية والمغرب انتهت، برغم إن السعودية عمل كل حاجة في المباراة إلا تسجيل الأهداف. بس برضو المغرب كان عنده تكتيك دفاعي وكان متحفظ بيه طول ال90 دقيقة وقدر يوصل للي هو عايزه في المباراة، برغم ان السعودية عملت كل حاجة في المباراة، من الضغط العالي، من الهجمات، من الشوط بره المنطقة، من ضربات الجزاء او ضربة جزاء اللي ضاعت، ضربات ركنية، عرضيات، كل حاجة اتعملت النهاردة من منتخب السعودية قدام منتخب المغرب. بس منتخب المغرب كان عنده اسلوب لعب دفاعي وخطة دفاعية متحفظ بيها طول ال90 دقيقة وثابت ما اتغيرتش، وده يحسب للمدير الفني لمنتخب المغرب ويحسب للاعيبة المغرب. اي نعم نص ملعب منتخب المغرب ما كانش افضل حاجة، خط الدفاع بتاع المنتخب المغرب كان بينقل الكرة ببطء، بس كاسلوب دفاعي طول ال90 دقيقة متمركزين صح، محافظين على اماكنهم، بيعرفوا يضغطوا ويلعبوا على الهجمة المرتدة، وبهجمة مرتدة غلطوا دفاع السعودية وجابوا منها هدف. في الحقيقة مباراة الواحد ما كانش عايز انها تخلص ابدا. نيجي بقى لمنتخب مصر مع منتخب الاردن، المباراة اللي هتكون بكرة ان شاء الله. هل حلم طولان استقر على تشكيل نتفرج على كورة مع منتخب مصر زي اللي بنشوفها في منتخب السعودية والمغرب وسوريا وفلسطين ومنتخب الاردن اللي هيلاعب منتخب مصر؟ اعتقد بعد مباراة منتخب مصر قدام الامارات الاخيرة اللي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1 بعد تدخل كابتن حلم طولان في التشكيل، بنزول كريم العراقي باك رايت اللي ادى فيه بشكل كويس، ونزول اكرم توفيق في نص الملعب اللي ظبط نص ملعب منتخب مصر الى حد ما، وقفشه طبعا اللي كان بيوزع سيروهات للاعيبه وكان ماسك خط نص الملعب بتاع منتخب مصر بشكل كويس، يبقى كده مفيش مجاملات في منتخب مصر. معظم اللعيبه اللي مسافره مع منتخب مصر متاخده كده مجاملات، والتشكيل طبعا بيتلعب فيه ما تفهمش هو بيبدا بالتشكيل. طب انت عندك كريم العراقي لاعب كويس، باك رايت كويس، اكرم توفيق بيلعب في نص الملعب ما بيلعبش على الباك اليمين، على الباك اليمين بيقعد يبص للكاميرا وخلاص واي حد بيكروته، ولو عمل تاكلينج على الجناح بياخد منها فاول او بيتسبب في فاول. انما في نص الملعب اكرم توفيق بيظبط نص الملعب. ليه بقى تبدا باكرم توفيق باك يمين وتسيب كريم العراقي اللي هو اساسا باك يمين؟ ده علامات استفهام كتير. نص الملعب برضو اللي عمرو السولية ومحمد النني، عمرو السولية الى حد ما كويس في نص الملعب، انما محمد النني ده على اي اساس بتختاروه في المنتخب؟ يعني لما كان في المنتخب الاول على اي اساس بتختاروه؟ في المنتخب الثاني على اي اساس بتختاروه؟ هل بيربط خط الدفاع بخط الهجوم؟ هل بيستحوذ على الكوره؟ هل بيبني هجمات؟ هل بيخلق فرص لزمايله؟ هل بيستحوذ بيعمل اي حاجه في نص الملعب كشغل لاعب نص ملعب؟ مفيش اي حاجه لمحمد النني غير ان هو يستلم الكوره من زميله ويرجعها لخط الدفاع. طب انت يا ابني اعمل اي حاجه تدل ان انت لاعب في تدل ان انت تيجي منتخب مصر، تدل ان انت لاعب خط نص. مفيش اي حاجه خالص. على اي اساس محمد النني بيروح منتخب مصر؟ احنا مش هننتقده، هو خلاص جه كده في منتخب مصر، وكابتن حلم طولان جربه في مباراتين، المباراتين قدم اسوأ اداء لاي لاعب في نص الملعب، وبعد ما خرجوا شفنا شكل تاني لمنتخب مصر. اتمنى من كابتن حلم طولان يراعي ربنا في منتخب مصر قدام منتخب الاردن، لان منتخب الاردن اقوى من منتخب الكويت واقوى من منتخب الامارات بمراحل كتير. منتخب الكويت ومنتخب الامارات من ضمن المنتخبات الضعيفة في البطولة. احنا ما لعبناش منتخبات قوية، كل المنتخبات اللي احنا لعبناها او المنتخبات اللي احنا لعبناها منتخبات ضعيفة، بس ظهرت قدامنا ان هي منتخبات بتلعب كورة، لان احنا بنعك في التشكيل بصراحة. اتمنى من كابتن حلم طولان في المباراة قدام الاردن بكرة ان شاء الله يرجع هيبة الكرة المصرية تاني او سمعة الكرة المصرية في البطولة العربية اللي اتدهورت بصراحة. منتخب فلسطين اللي ما كانش اي حد يتوقع ان هو يؤدي الاداء الرجولي والتكتيك اللي هو بيأديه، منتخب سوريا نفس الكلام. لا احنا شفنا منتخبات في البطولة العربية دي بتأدي في الملعب كورة، بيلعبوا كورة حرفيا، عندهم امكانيات كورة في الدفاع وفي حراسة المرمى وفي خط النص وفي الهجوم. ده غير الإدارة الفنية للمباراة كلها 10/10، في إدارة فنية فعلا للمباراة. وعشان ما نظلمش كابتن حلم طولان أو إن احنا طالعين ننتقد وخلاص، كابتن حلم طولان التدخل بتاعه اللي عمله بالتغييرات اللي عملها في مباراة الإمارات أو مباراة منتخب الإمارات جت لصالح منتخب مصر. فأتمنى إن هو طالما بيقرأ المباريات كويس وبيعرف يغير في اللعيبة وفي مراكز اللعيبة لصالح الفريق بتاعه أو المنتخب مصر،
اتمنى ان هو يبدأ بتشكيل يليق بمنتخب مصر ويؤدي اداء يليق بمنتخب مصر. كل التوفيق لمنتخب مصر. بصراحة البطولة العربية دي من متعة المباريات فيها الواحد مش عايزها تنتهي. لايك وشير، واللي مش عامل متابعة يعمل متابعة، واشوفكم في حلقات تانية ان شاء الله.